مرحبا والسلام عليكم. في البداية رح أقول أنا مواطن من الكرد، من كرد الساحل، من كرد جبل أكراد ريف اللاذقي. اليوم حبيت أبعت هذا المقطع الصوت اللي هو فيه عتاب كتير 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 كبير، وبنفس الوقت فيه رفعة راس كبير كتير كتير لإلي ولكل كردي. اليوم لما بشوف أنا جمعية البرازاني، وتحية كبيرة لسيادة الرئيس مسعود برزاني ولجمعية البرزاني بكل أعضائها. جمعية البرزاني ما قصرت أبدا في أي مكان كان يحتاج لشيء، ما قصرت. حتى لفلسطين ما قصرت، حتى بالساحل السوري نفسه ما قصرت، ووين ما كان فيه. واليوم كمان مع السوريين بشكل عام ما قصرت كردا وعربا، إلا في مكان واحد قصرت فيه كتير، وبهذا السبب العتب إجا، اللي هو أبناء جبل الأكراد اللاذقي. تحية كبيرة للجمعية ولأعضاء الجمعية، وهالأعمال اللي عم تقوم فيها الجمعية هي غير أنه دليل على إنسانيتها للجمعية ومحبتها للناس وعدم التفريق إن كان عربيا أو كرديا، بتدل على إنسانية الكرد. يعني عم تعطي الصورة الحقيقية لكل إنسان كردي. فدخول جمعية البرزاني لأي مكان هي يعني دخول الكرد، يعني الصورة الشاملة على إنسانيته وإنسانية الكرد بشكل عام. ألف تحية لجمعية البرزاني مرة ثانية، ولكل أعضائها، ولسيادة الرئيس مسعود برزاني. ولكن بنقول نحن أبناء الجبل، أول شيء نحن منكوبين. اثنين، نحن كرد. هناك بعض العائلات العربية، وهناك بعض الناس اللي تخلت عن أصولها وجذورها الكردية، وما زال الكثير من يفتخرون بجذورهم وأصولهم الكردية رغم عدم النطق باللغة الكردية. نحن بالجبل تدمرنا من كل شيء، من قصف الروسي لقصف النظام لقصف إيران، وبعض الأضرار من الزلزال الذي حدث في تركيا. وللأسف تأثيرات الزلزال كانت خفيفة جدا بالنسبة لأضرار القصف الأسدي والروسي والإيراني. وما زالوا معظم والأكثرية من أهل الجبل حتى الآن يقيمون في الخيام. مشكورة الدولة الموجودة اليوم، الدولة السورية الموجودة اليوم عم تقدم اللي قادرة تقدمه لأهل الجبل، في حيث أنه يتم إعادة أهل الجبل إلى قراهم وبيوتهم بطريقة ما، ولكن قدر المستطاع. وواجبة هي كحكومة يعني أنه تساعد أهل الجبل وتساعد الشعب السوري كاملة. هذا الشيء ما يعني فينا ننكره، وشكرا لهم كتير كتير. ولكن أنا شخصيا برمي العتب على جمعية البارزاني اللي مرت من وسط الجبل لدخلة الساحل، ونسيت أنه في هون شعب كرد بحاجة لوقفت معه. نسيت أنه هذا الجبل اسمه جبل الأكراد، وهو نسبة للكرد المقيمين فيه. نسوا أنه من الألف الرابع قبل الميلاد والأكراد مقيمين في هذا الجبل. وبوجه تحية مرة ثانية لسيادة الرئيس مسعود البرزاني، بوجه تحية لكل السياسيين والقادة الكرد في جميع أنحاء العالم.
بوجه تحية لرؤوس الأموال الكرد أينما كانوا وأينما وجدوا، وحرقة قلب مواطن كردي ينظر من بعيد. للأسف ما راح أحكي غير هيك. بشكركم كتير كتير، حبيت شارك هذا الصوت معكم، حبيت طلع اللي بقلبي أحكي. أدام الله الكرد أينما وجدوا، شعبا وقيادة وسياسيين ورؤوس أموال.